السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أبطال القيصر سنة ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسلام. أنا عارفك يا صاحبي مراكم والدنيا جاية عليك، فعلشان كده أنا جاي أنقذك بإذن الله تعالى. في خلال الشهر ده هنراجع على المنهج كله حل من خلال سلسلة فيديوهات، هم 10 فيديوهات. أهم فيديوهين فيهم الفيديوهين اللي هينزلوا إن شاء الله ليلة الامتحان، اللي أنا بقولك بإذن الله سبحانه وتعالى 90 أو أكتر من 90% من امتحان ثانوية عامة هيجي بإذن الله من الفيديوهين دول. فأنا عايزك كده تستعين بالله العظيم وتركز قوي وما تسيبش حلقاتنا وتتابعنا كويس قوي خلال الفترة ديت على اليوتيوب، لأنك بإذن الله معانا تقدر تقفل التاريخ مهما كنت مراكم. ويا ريت لو في سؤال مش فاهمه تكتب لي في الكومنتات، هرد عليك في أسرع وقت. حلقتنا باشا أو نظام مراجعتنا في خلال هذا الشهر هنبدأه بما يسمى عصير الكتب. إيه يا مستر عصير الكتب ده؟ من الآخر يا برنس أنا جايب لك بالظبط 3 كتب لازم نحلهم، لان من الامتحان باذن الله تيجي افكار منهم. اهم كتاب هنا او اول كتاب هنبدأ بيه وهو كتاب المصدر اللي قدامك ده، وبعد كده هنخش على ملك الكتب كتاب الامتحان ونراجعه، وبعد كده هنخش على الاساس بتاعنا وهو كتاب المدرسة عشان احل لك النماذج الاسترشادية اللي فيه. فكن مركز ويلا يا باشا نشرب التاريخ في كوباية ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونقول عصير الكتب وكتاب المصدر نبدأ بحل. يلا كده قول بسم الله الرحمن الرحيم وورقة وقلم ويلا معانا. بيك مرة تانية وانا بأكد عليك ان كتاب المصدر من اهم الكتب اللي موجودة في السوق، واحنا معانا بنك اسئلة شامل على الفصل الاول. مهما كنت مراكم بإذن الله نقدر في خلال الشهر ده من خلال المراجعة المكثفة ان احنا نعدي بإذن الله. نبدأ بأول سؤال يا باشا، والسؤال بيقول: كان هدف من طرح فكرة احتلال فرنسا لمصر في القرن ال17. يعني ايه اللي خلى فكرة فرنسا تيجي تحتل مصر في خلال القرن ال17؟ تعال نشوف الإجابات. بيقول لك أولا إبعاد المنطقة عن تصفية الحسابات. الكلام ده مش ينفع لأن كده كده هم هيجوا المنطقة وهيصفوا حساباتهم فيها. الخناقة اللي كانت دايرة في أوروبا اتنقلت الشرق عندنا، علشان كده السؤال والإجابة دي ما تنفعش. الانقضاض على الاثار او الكشوف على اثار الكشوف الجغرافيه برضو مستبعده، وجيم التوازن. طبعا هم مش جايين يعملوا توازن بين الشرق والغرب. امال اجابتنا الصحيحه هي الف تقويض نقاط ضعف الطرف المنافس. مستر هو مين هو الطرف المنافس؟ هقول لك يا قلب انجلترا. هم عايزين يقوضوها يعني يأيدوا ويضغطوا على نقط ضعف انجلترا. ليه؟ لان انجلترا كانت بتستخدم مصر ان هي تعدي الى الهند. يبقى الاجابه الاولى هي رقم الف. ليه السؤال 2 بيقول لك: من عيوب الحياة العلمية في ظل الحكم العثماني لمصر؟ الحياة العلمية ايه اللي كان العيب الطابع عليها او الغالب عليها؟ مش المؤسسات ذات الصلة، مش تنوع الاهتمامات خالص، ما كانش فيها تنوع اهتمامات. امال الاجابة الصحيحة هيكون الطابع الديني. لما نأكد مع بعض ونقول: حيث كان الطابع الديني هو المسيطر وكان لم يبقى الا بصيص علم غير في الازهر الشريف، ورغم ذلك ساده الخرافات والدجل والشعوذة. السؤال رقم 3 بيقول: القاسم المشترك بين نجاح او بين نتائج الكشوف الجغرافية والثورة الفرنسية. ايه هو القاسم المشترك؟ طب يا مستر القاسم المشترك بين الاثنين او القاسم بين ايه؟ يعني حاجة مشتركة بين الكشوف الجغرافية وبين الثورة. اكيد الحاجة المشتركة ان هم يجوا ويخلقوا دوافع لاحتلال مصر. ازاي؟ الكشوف الجغرافية اللي كانت بتعدي في قارة افريقيا او كانت بتعدي في كل العالم، من ضمنها ومن اشهر هذه الكشوف اكتشاف رأس الرجاء الصالح. اين الثورة الفرنسية. هم كانوا الاثنين يحرصوا على خلق دوافع ان هم يجوا ويحتلوا مصر، وخصوصا فرنسا تيجي وتسيطر عليه. يبقى اذا ما القاسم المشترك بينهما؟ ان هو يخلقوا دوافعهم من اجل احتلال مصر. طب عايز ناكد مع بعض كده. هتمسك الحمله الفرنسيه من اول لويس ال 14 ولويس ال 15 ولويس ال 16، كل ده كده كان ليهم هدف مشترك وهو احتلال مصر. السؤال رقم 4 بيقول لي: كتب ليبانتز إلى الملك لويس الرابع عشر قائلا: إذا كان مولاي يريد القضاء على هولندا، يعني لو حضرتك عايز تخلص على هولندا فأحسن وسيلة ذلك هي ضرب هذه الأمة في مصر. يعني أنت عايز تيجي تضرب هولندا لازم تيجي تضرب مصر. طيب يا السؤال هنا بيقول لي إيه؟ بيقول: ارتبط القول السابق بإيه؟ طب هل القول السابق بالموارد الاقتصادية؟ مصر مهمة مورد اقتصادي بس مش قوي. طيب بناء المستعمرات في الشرق ممكن، بس استنى نشوف الاختيار. الصراع بين الشرق لا،
هناخد موقع مصر الاستراتيجي، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. ليه يا مصر؟ انت عايز تخلص على انجلترا فلازم تيجي تاخد مصر، طب عايز تخلص على هولندا فلازم تيجي تاخد مصر، يبقى اذا مصر ليه؟ قولوا علشان موقعها الجغرافي او موقعها الاستراتيجي. السؤال اللي بعد كده، وبص بقى يا حبيب قلبي من السؤال ده، بيقول لك كان الهدف النهائي لنابليون من حملته على مصر وفشل في تحقيقه. يعني اللي فشل ما عرفش يحققه. اكيد فشل في نشر مبادئ الثوره الفرنسيه، او مش جاي عشان ينشر مبادئها. قضاء على المماليك ولا نقل السلطه، مالش دعوه. امال الصح توجيه ضربه لاعدائه. ليه؟ لان لو عرفنا ان نابليون جاي علشان يضرب انجلترا، عشان ما عرفش يضربها في عقر دارها، جاي يضربها فين؟ في مصر، فاذا فشل في هذا الهدف. السؤال اللي بعد كده يا مستر بيقول لك يمثل القاسم المشترك بين المقاومه في كل اهالي الاسكندريه واهالي عكا. يبقى ايه المشترك بين اهالي اسكندريه في المقاومه واهالي عكا؟ اقول له ان هي استبسال القيادات الوطنيه. استبسال يعني ايه؟ يعني قوه القياده الوطنيه. قوه القياده الوطنيه اللي هو محمد كريم في الاسكندريه اللي استبسل وفي الاخر وعد مرميا بالرصاص، وفي عكا اللي هو احمد باشا الجزار. يبقى اذا هي دي الاجابه. السؤال رقم 7، عايزك بسرعه اوعى تنام معايا بقى. برنس ادرك نابليون قبل وصول اسطوله لشواطئ مصر ان هناك مواطن خطر يجب الحذر منها. نابليون كان عارف في دماغه ان لما يجي يحتل مصر، لا لازم في حاجات كده ياخد باله منها، مواطن خطر، اماكن خطر. تتمثل هذه المواطن، مواطن الخطر فين؟ اقول له موطن الخطر مع المصريين ولا السلطان العثماني؟ لا يمثل له وجه خطر. السلطان برضه لا يمثل وجه خطر. البدو لا يمثلون وجه خطر. امال مين الوجه الخطر؟ المماليك. لازم يتخلص من المماليك ويتخلص من الانجليز. اشمعنى؟ عشان المماليك والانجليز هما الاثنين كانوا عاملين مع بعض تحالف، فعمك نابليون لازم يخلص من هذا التحالف. السؤال اللي بعد كده بيقول ظهرت الروح الوطنية اثناء مقاومة الاحتلال حتى لو كان الثمن الموت. هذا ما بدأه مين حتى لو كان الثمن؟ مين من دول مات يا ولاد؟ عمر مكرم، ابراهيم بيك طفش، وعمر مكرم اتنفى، ومراد بيك طفش. امال مين اللي مات؟ محمد كريم الذي اعدم رميا بالرصاص. السؤال اللي بعد كده بيقول من اقوال قائد الحمله الفرنسيه انني هنا في العاصمه اقتل كل يوم ثلاث، يعني كل يوم بيموت له ثلاثه، وامر بان يطاف برؤوسهم في الشوارع، وهذه هي الطريقه الوحيده لاخضاع هؤلاء الناس. يعني انا كل يوم بسم الله ما شاء الله كده بصحى من النوم اقتل لي ثلاثه، مش بس كده، اخلي الثلاثه دول اخد دماغاتهم كده رسم ويطاف بيها في العاصمه. يتفق هذا القول مع ما جرى اثناء ايه؟ اثناء الحمله على عكا؟ لا يا باشا، ما كانش بيتعرض للمصريين بسوء وكان بره خلاص. ثوره القاهره الثانيه ممكن تمشي. توقيع اتفاقيه العريش لا ما تمشيش. طب دلوقتي انا اخد ثوره القاهره الثانيه ولا اخد ثوره القاهره الاولى؟ لا يا برنس، تروح تاخد ثوره القاهره الاولى، لان قائد الحمله الفرنسيه ان هو امر بان يقتل الناس ويطاف رؤوسهم في الشوارع كان هو نابليون، خلاص مش كليبر اللي كان في ثوره القاهره الثانيه. يبقى ده السؤال اللي قدام سعادتك. اي ادى حصار الاسطول الانجليزي لسواحل مصر من خلال وجود الحمله الفرنسيه؟ بيقول لي بص كده، حصار الاسطول الانجليزي سواحل مصر خلال وجود الحمله الفرنسيه ادى الى ايه؟ هل ادى الى انعدام حركه التجاره الخارجيه؟ بص يا برنس، كان في تجاره خارجيه بس ما انعدمتش، هو قلت شويه. طيب اتخذ نابليون او اتخاذ نابليون قرار العوده الى فرنسا؟ لا خالص، مش الحصار ان هو يخليه يقرر انه يهاجر الى فرنسا، ولا قيام تحالف بين الدوله العثمانيه وروسيا. برضه تحالف الدوله العثمانيه وروسيا مش يضطروا ان هو يعني يغادر مصر او يؤثر سلبا بهذه الوسيله على الحمله. ولكن هقول له فشل نابليون في إعادة بناء أسطول حربي. ليه؟ لأن الأسطول قد تدمر في أبو قير البحري، فهو نابليون الحصار بتاعه للأسطول سواحل الأسطول الإنجليزي من خلال وجود الحملة الفرنسية جعلهم مش عارفين يعيدوا بناء الأسطول اللي اتدمر في أبو قير. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ومن ثم تجمع نحو 4 إلى 5 آلاف فارس من المماليك والعربان والأهالي، ودارت معارك من أشد المعارك مع الفرنسيين. بص، 5000 بني آدم مماليك والعربان اللي هم البدو والأهالي. ده كله كده أي المعارك تنتشر المشار إليها في الوثيقة؟ أقول على طول وأنا مغمض ياض، المعارك في الصعيد. اشمعنى مصر؟ عشان اسكندرية ما كانش فيها الكلام ده خالص وخدها بسهولة. الشام طبعا مش عارف ياخدها، المماليك والبدو والعربان الكلام ده ممكن يكون ما يكونش موجود. القاهره لا، امال في الصعيد طالت المقاومه في الصعيد علشان كان المماليك بيحاربوا وعلشان كان البدو بيحاربوا، ومجيء قوه من شبه الجزيره العربيه، يبقى اذا اقوى مقاومه ليهم كانت في الصعيد. السؤال اللي بعد كده بيقول استطاع مينو اتمام الصفقات التي عقدت مع اهل الحجاز بسبب ايه؟
ايه اللي خلى مينو ينجح ان هو يتم الصفقات مع الحجاز؟ هيعدي من مصر للحجاز بالاسطول. طب يا مستر الاسطول بتاعه متدمر. ايوه بس كان بيستفيد من مشروعات المماليك، ماشي، الاساطيل اللي هم كان عملها مراد بك والترسانة اللي كان عملها مراد بك في القاهرة، فاستعان بها من اجل الاستفادة من مشروعه او الوصول الى الحجاز. معلش بقى القطر معدي والصوت مش واضح، بس مش مشكلة، في اصعب الظروف يا صاحبي هنقدر نحله، ونقدر باذن الله نجيب التاريخ ده في شويه. السؤال رقم 13 بيقول لي: اكدت اسباب واحداث الثوره الفرنسيه التي قامت سنه 1789 على اهميه مراعاه ايه؟ طيب هل هنا نراعي النمو الاقتصادي؟ يعني الاسباب والاحداث هي قامت لسبب اقتصادي وراعت النمو الاقتصادي؟ لا، الدنيا كانت متنيله ب 60 ميل. ولا الاستقرار السياسي، ولا النشاط الاستعماري، ولا الحراك الاجتماعي؟ اقول له لا، الاسباب والاحداث بتاعت الثوره هي ثوره اجتماعيه قام بها الطبقه الوسطى. يبقى اذا هو هنا الاجابه هتكون الحراك الاجتماعي. إن تركتم الثورة في قطب واحد من المجتمع في نفس الوقت، وهو تراكم البؤس والفقر ومشاعر الغضب في القطب الآخر لنفس المجتمع. السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول له بص من الآخر، انتوا يعني تراكم الثورة في قطب واحد من المجتمع، ماشي، في نفس الوقت اللي الثورة كانت بتنشأ فيه كان في بؤس وكان في فقر وكان في مشاعر غضب. اذا يتفق القول السابق مش مع مجيء الحمله الفرنسيه. ده هو بيتكلم على الثوره يا باشا، الثوره اللي في فرنسا، مش الحركه الانفصاليه بتاعت علي بيك ولا محاوله احتلال مصر. امال ايه دوافع الثوره الفرنسيه اللي هي اول ثوره اجتماعيه. نروح بعد كده على السؤال رقم 15 اللي بيقول: تحولت سياسه نابليون في مصر من الترغيب الى الترهيب. بص، كان الاول في ترغيب، يعني بيرغب المصريين ويقول لهم انا مش جاي اضربكم، ده انا جاي اضرب المماليك الظالمين، ولا 60 في 70. ده اسمه ترغيب، ماشي، عشان يحبب المصريين فيه. ولكن تحولت الى الترهيب يا مستر، تحولت الى الترهيب يعني التخويف. امتى تحولت؟ هتقول لي تحولت الى التخويف المصريين لما تعامل مع ثوره القاهره. اول ما المصريين عملوا ثوره راح جاي قتل الكثير من المصريين واقتحم الجامع الازهر بالخيول و يبقى هي دي الاجابه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: تشابهت احوال المجتمع المصري في ظل الحكم العثماني مع احوال المجتمع الفرنسي قبل الثوره الفرنسيه. تعال واحده واحده. هل المجتمع المصري مالها؟ تقول لي متنيله ب 60 نيله متزفته. طيب ده الكلام ده في اثناء الحكم العثماني، قشطه؟ قول لي قشطه. امال احوال المجتمع الفرنسي قبل الثوره مالها بنفس الزفت ونفس الطين اللي كانت في احوال المجتمع المصري؟ يبقى اذا هما الاثنين تشابهوا، مش مشاركه العامه في سلطات الحكم، ولا تقدر تقول لي انه القيام بثوره وطنيه. هما الاثنين كان عندهم افتقاد تكافؤ الفرص. يعني ايه؟ يعني مفيش تكافؤ الفرص بين ابناء المجتمع. في طبقة عليا يا باشا بتحظى بكل الخيرات، وفي طبقة دنيا طالع عين ابوها. يبقى اذا هي افتقاد مبدأ تكافؤ الفرص. طيب يروي الجبرتي ان نابليون امر باستدعاء عمدة القرية، ركز وطالبه باستعادة المسروقات التي نهبها الاهالي من القرى المجاورة. يعني نابليون جاب عمده وقال له: بص انت هتجيب لي الحاجات اللي الاهالي سرقوها من البلاد المجاوره. يتفق هذا القول مع جمع الضرائب. ضرائب مين يا عم؟ ده ناس مسروقه. طب منع المشاحنات؟ لا، مالهاش منع. امال ايه هي؟ تقول لي على طول النظر في الشكاوي، ان هو كلف العمده انه ينظر في الشكاوي التي ترفع منه، والكلام ده يتفق مع دواوين الاقاليم. مش دواوين الاقاليم كانوا بيجمعوا ضرائب؟ تقول لي وبيمنعوا المشاحنات، وتقول لي النظر في الشكاوي. طب دي ايه؟ لا ضرائب ولا مشاحنات، امال دي شكوى، يبقى تاخد هذا السؤال. السؤال اللي بعد كده بيقول: يا مستر يرى او برر نابليون حملته على مصر في اواخر القرن ال 18 لعدة اسباب. من هي؟ يعني ايه من الاسباب ديت اللي خلى نابليون يقرر او يبرر ان هو يعمل الحمله على مصر؟ هل وجوب تجاه الحكومه الفرنسيه للسياسه الاستعماريه؟ الكلام ده طبعا مش ممكن. تفاقم حده الصراع الاستعماري بين انجلترا وفرنسا؟ ممكن بس مش سبب مبرر خالص. طيب رغبه نابليون في جعل مصر مركز لتوسعهم، ولا تحرير الشعب المصري من الاستبداد؟ هو كده جاي عشان يعمل امبراطوريه ويخلي مصر مركز لتوسعه. يبقى الثلاثه دول ده اسباب نابليون ان هو يجي لمصر. دي بس اسباب حقيقيه، بس مش هيقول للناس كده انا جاي علشان احتلكم. امال هيقول للناس ايه ويضحك عليهم بايه؟ برر يعني بيكلم المصريين وبيقول لهم ان انا ما جئت اليكم الا تحريركم من المماليك الظالمين. يبقى الاجابه تحرير الشعب المصري من ظلم واستبداد المماليك.
شوف العبارة اللي جاية: إن غرك القول فانظر فعل قائله، فالفعل يجلو الذي بالقول يستتر. يعني بص يا حبيبي، لو واحد بيتكلم معاك وغرك كلامه، انظر لفعله، شوف فعله ايه. ليه؟ لان الفعل يجلو يعني يزيح الذي بالقول يستتر، يعني الفعل بيطلع لك البني ادم ده على حقيقته ويطلع قدامك. الكلام ده ينطبق على مين؟ اكيد انت عارف ينطبق على نابليون لما قال المصريين مش عارف ايه وبعد كده عمل معاهم ايه. يبقى اكيد انا عايز اخد اجابه يا مستر. هاخد اجابه ايه؟ هاخد اجابه محاربه نابليون المماليك. لا ده قال لهم انا جاي اضرب المماليك. الكلام ده موجه للمصريين، ركز يا. طب اسناد نابليون السلطه للطبقه الوسطى؟ لا ما الكلام ده حاجه حلوه لما يدي لهم السلطه. مشروع مينو بس طفل من بقك مش مينو. امال اقول له دخول نابليون الجامع الازهر بالخيول. لما دخل نابليون الجامع الازهر بالخيول قال لا خد يا نابليون، انت مش قايل انا مش جاي اضربكم كمصريين يعني وجاي اضرب المماليك ولاد 60 في 70؟ امال دخلت الجامع الازهر. فترجع للشاعر يقول لك ان غرك القول فانظر الى فعل قائله. يبقى هي ديت الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده يا مستر بيقول لي: ولما وجد ابراهيم ومراد وغيرهما من كبار البكوات موقفهم الحرج فنادوا العصيان واعلنوا الحرب، ايا من الاسباب الاتيه دفعوا الراي السابق؟ ايه اللي دفع الى الراي السابق يا مستر؟ هتقول لي بص، في الاخر الناس دي لما شافوا موقفهم حرج قرروا ان هم دفعتهم اسباب ان هم يستطيعوا يدفعهم الى الراي السابق. يعني برضو مش فاهم. يقول لك لما وجد ابراهيم ومراد وبكوات المماليك حرج موقفهم فنادوا العصيان واعلان الحرب. لما شافوا موقفهم حرج والناس دي دخلت على الاسكندريه وخدتها من محمد كريم فقرروا ان هم ينادوا بالعصيان ويعلنوا الحرب. ليه عملوا كده؟ ليه؟ هل محاولة كسب الانجليز مالهم يا عم؟ الانجليز لسه مش جم، ولا مجاملة الشعب؟ ما الشعب مولعين في الشعب بنار. هل ضمان لتأييد السلطان لسلطتهم؟ السلطان بيكره ابوهم اصلا. امال ان هم عايزين يظهروا قدرتهم على الاستمرار في المشهد. يعني ايه يقعد يقولوا احنا هنا اهو، احنا موجودين، فعشان كده طلعوا يحاربوا. ان الاتراك لا يسهل قيادتهم الا باقصى درجات العنف. نابليون بيقول ان الترك دول ما تعرفش انك انت تسيطر عليهم الا باقصى درجه من درجات العنف. القول السابق يؤكد ايه؟ يؤكد حمله نابليون على الشام لا ما كانتش اتراك بس، امال كانت ايه؟ اتراك وانجليز هل احداث عقبه معاهده العريش موسبها ممكن ناخدها دلوقتي نهايه رحيل مينو بالحمله؟ لا خالص، لان ده فرنساوي. نتائج معركه ابو قير البحريه ده انجليزي يا باشا. امال ايه بقى الاجابه اللي هناخدها هنا؟ الاحداث عقب اتفاقيه العريش. اللي هي ايه الاحداث عقب اتفاقيه العريش؟ مع انها مش حصلت مع نابليون وحصلت مع كليبر، ولكن بعد معاهده العريش قرروا ان هم السلطان العثماني يبعت جيش، او اسف كليبر يبعت الجيش عشان يضرب الجيش العثماني ويخرجه من خارج مصر. فالمقوله بتاع اللي كليبر نفذها دي يعني فكرتنا بمقولة نابليون لما قال لك إن الأتراك لا يسهل قيادتهم إلا بأقصى درجات العنف. كليبر ضربهم وطلعهم من القاهرة. السؤال رقم 22 بيقول: ونص اتفاق العريش على رحيل الفرنسيين على نفقة الدولة العثمانية. يا عم الفرنسيين هيمشوا على نفقة الدولة الايه؟ العثمانية. يرجع السبب الرئيسي ايه؟ مش دي ولا دي. امال نتائج معركة ابو قير. ليه؟ لان في معركة ابو قير تحطم الاسطول الفرنسي، فدلوقتي عايز هيروح ازاي؟ هيروح على نفقة الدولة العثمانية عشان ما معهش اسطول. يبقى نتائج ابو قير البحرية هي دي الإجابة. السؤال اللي بعده بيقول لك: إن المسيرة الاضطراري للفرنسيين من الإسكندرية إلى القاهرة لم تتح لهم وقتا لتأمين أراضي مصر السفلى، اللي هي إيه؟ الوجه البحري. كلمة مصر السفلى اللي هو وجه البحري اللي هي فوق يعني، التي تقدموا من خلالها، فظلت تلك المناطق متمردة تستعصي على الخضوع، يعني مش خاضعة. قال لي ايا مما يلي يؤكد صحه البيانات. يعني من الاخر الناس دي لما دخلت ما امنوش المنطقه الشماليه اللي هي اسكندريه والبحيره والقاهره، ما امنوهاش كويس. ليه؟ والدليل ان هم يا دوبهم مشوا من هنا ووصلوا القاهره يا دوب الثوره قامت والاماكن استعصت عليهم مره اخرى. طيب يؤكد صحه البيانات ايه؟ هتقولها شرحه نفسيه تعدد ثورات المصريين في العصر، لانه لو امنها كويس ما كانش المصريين عملوا ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه، يبقى مش كانوا مامنينها كويس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: يدل تفكير كليبر في التفاوض مع الدوله العثمانيه من اجل الجلاء اللي خلي كليبر يروح يتفاوض مع الدوله العثمانيه عشان يمشي على مصر ايه؟ هو المعارك اللي خاضها الجيش الفرنسي ادت الى قتل الكثير من الجنود الفرنسيين، فقرر الراجل يروح ويتصالح مع السلطان العثماني ويروح. يبقى ما هوش تضامن عربي ولا هي تحالف اوروبي، امال هو المعارك التي خاضتها الحمله الفرنسيه ادت الى نقصان عدد الجيش، فقرر ناخد بعضه بكرامته ويمشي من مصر. سؤال 25: تدل البضائع التي صدرها مينو الى بلاد الحجاز
ومين مش استطاع ان هو يروح يعيد العلاقات تانية مع شريف مكة؟ قول له طيب يدل هذه ان هو البضاعة اللي صدرها مطلوب منك ايه؟ تعرف ايه البضاعة اللي صدرها؟ هو كانت الشيلان وكانت المنسوجات. والشيلان كده كده من المنسوجات، الشيلان يد هي جمع كلمة شال اللي بيلبسوه على كتافهم ده. إذا يبقى الصناعة المتطورة ما هياش فائض حبوب غذائية ولا تهديد، أمال هي إيه؟ تطور صناعة النسيج على طول، هي دي الإجابة اللي تاخدها. أصبح بونابرت الآن على رأس بلد عماد سكانه من الفلاحين، يعني أساس سكانه فلاحين، ولذا وجد لزاما عليه أن ينظر في شؤون الأراضي الزراعية ونظام الملكية. أي الهيئات الآتية يتفق اختصاصاتها مع مضمون القول السابق؟ ومين بقى اللي بينظر في الملكية؟ هتقول لي على طول اللي بينظر في الملكية واختصاصاتها ونظام ملكية الأرض كان هو الديوان العام، ماهوش دواوين الأقاليم، لأن احنا عارفين دواوين الأقاليم بتعمل 3 حاجات: تجمع ضرائب والمشاحنات وهكذا. ديوان القاهرة بيبص في القاهرة، محكمة الطوائف سيبك منها، يبقى هو الديوان العام اللي ينزل. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: ظهرت معظم إنجازات الحملة الفرنسية الحضارية بمصر خلال فترة حكم مينو. استدل من العبارة السابقة يا اسطى ان مينو كان عايز يقعد، يعني كان من انصار البقاء مش عايز يمشي، فعشان كده حصل الاصلاحات. بس ايه اللي خلاه هو بص، مينو لو كان في حروب كان عمل اصلاحات؟ تقول لي لا على طول، تروح جاي جري واخد كلمة الهدوء الذي ساد بلاده في عهده، كان بلد في عهده كان فيها هدوء فمكنته ان هو يعمل اصلاحات. السؤال 28 بيقول: جاء بتعريف الحرب النفسية: ممارسة التأثير النفسي بغرض تقوية وتدعيم الروح المعنوية للجهة المنفذة وتحطم الروح المعنوية للأفراد الخصم بعيدا عن العمليات العسكرية. بص، بنظرة على أحداث الحملة الفرنسية، أي الأحداث التي تحققت أو تحقق هذا المفهوم. يعني يا باشا روح اعمل حرب نفسية. طيب الحرب النفسية ماشي، انك انت تكسر بيها الخصم اللي قدامك بعيدا عن الجيش، ماشي، بعد انك تيجي تضربه لا يعمل عليه حرب نفسية. قال لي ايه بقى الحرب النفسية اللي مورست ضد الفرنسيين؟ هزيمة الحملة في ابو قير، ده كانت عسكرية صرف. دعم انجلترا مقاومة الصعيد؟ لا، انجلترا ما دعمتش المقاومة في الصعيد، هي دعمت المقاومة في عكا. تحريض النمسا، مالنا بس النمسا وفرنسا باوروبا، امال رفض انجلترا تنفيذ بنود معاهده التعايش. بعد ما السلطان العثماني وافق، طلعت انجلترا كده وقالت لك لا يابا انا بص كل الكلام ده مش يلزمنا، ونقضت الوفاق، وبعد كده جم بالجيش عشان يضربوا الفرنسيين. يبقى اذا هم كانوا هنا بيمارسوا اسلوب حرب اسمها الحرب النفسيه. السؤال 29 بيقول: سوف تكسب حركة التجارة الداخلية نتيجة مشاركة أي من الفئات الآتية في الديوان العام. تجارة أيوة، تجارة داخلية. طب التجارة الداخلية مين اللي كان بيهددها؟ مش العلماء ولا الأعيان، أمال إيه؟ البدو يا مستر. طب البدو هم إيه هنا؟ العربان يا واد. يبقى إذا الإجابة هي العربان. كان أقسام المجمع العلمي الرياضيات والطبيعيات الاقتصاد السياسي الآداب والفنون أيا من إجراءات نابليون أثناء قيادته للحملة تدل على تحقيق أهداف القسم الثالث. يدي القسم الأول أهو، وده القسم الثاني أهو، هو بيتكلم على الاقتصاد السياسي، يبقى تحقق القسم الثالث من مجمع العلمي. أبدأ أبص بقى مستر مين يا باشا اللي يحقق الحملة الفرنسية على الشام؟ لا ده عسكرية. إنشاء الديوان لا يا باشا دي سياسية. اقتحام الجامع الازهر باشا ما ده ثور. امال ايه يحقق الجانب الاقتصادي والتفاهم مع شريف مكه علشان هم محاصرين من الشمال، صح؟ فراح لشريف مكه علشان يعمل معاه علاقات ويفك الحصار من الشرق. السؤال اللي بعد كده بيقول: ايا من احداث التاليه قلمت اظافر الفرنسيين؟ ركز يا، ايه الحدث اللي قلم اظافر الفرنسيين؟ يعني كسر ضوافرهم كده ماشي، وخلاهم من غير ضوافر، يعني من غير تأثير ياض، يعني من غير قوة. هل فشل اتفاقية العريش؟ اقول له لا ثم لا ثم لأتين. امال اقول له تعدد الثورات؟ لا مش هو ده برضو الهدف. امال اللي قلم اظافرهم تحطم الاسطول الفرنسي. لما اسطولهم اتحطم انقطع الطريق بين الحملة ومصر، فده قلم اظافرهم. السؤال اللي بعد كده بيقول: اتجاه فرنسا لأيا مما يأتي أدى إلى تفاقم الصراعات، يعني زيادة الصراعات في أوروبا وخارجها مع نهاية القرن ال 18. يعني الحاجة اللي بيقول لك عليها من الآخر، بيقول لك بص إيه اللي أدى إلى زيادة الصراعات السياسية في أوروبا وخارج أوروبا مع نهاية القرن. هتنزل على طول وأنا عارفك إنك أنت هتقول الإجابة هي الآتي: هي ظهور يا مستر فلسفة جديدة في الحكم، ممكن تنفع بس خليها دلوقتي، ولا استخدام ادوات الثوره الصناعيه، تفاقم الصراعات خارج استخدامه لا مش تمشي، السيطره على الملاحه الدوليه، ولا البدء في انشاء مستعمرات ممكن تمشي.
بس بيقول لك ادى الى تفاقم الصراعات السياسيه يا باشا. هو النظام الملكي، فاكره؟ اللي فرنسا لغت عليه وعملت النظام الجمهوري. طب النظام الملكي والنظام الجمهوري ده اقول له ايه؟ اقول له جدع يا واد، ظهور فلسفه جديده في الحكم. يبقى هي دي الاجابه بتاعتك الصحيحه. السؤال رقم 33 اللي بيقول ايه؟ بص بقى ركز. لم تكن كل آثار الحملة الفرنسية سلبية بدليل وجود آثار إيجابية. إيه الإيجابي اللي هنا؟ هل إتاحة الفكر لتطوير الفكر السياسي المصري؟ ممكن تمشي بس سيبها دلوقتي. انهاء تبعية مصر؟ لا طبعا، هم مش قالوها. تأمين المجال الحيوي الشرقي؟ احنا مالنا بس. اكتشاف منابع النيل؟ ولا ليهم دعوة بمنابع نهر النيل. امال الحاجة الإيجابية ان هي اتاحت الفرصة لتطوير الفكر السياسي المصري لما اشركت المصريين في حكم بلادهم عن طريق الدواوين يا برنس. يبقى الإجابة هنا هي دي اللي تنفع. قال نابليون: سر الانتصار في الحرب يكمن في متانة خطوط الإمداد والاتصال. عشان تنتصر في الحرب لازم يكون عندك متانة، يعني قوة في خطوط الإمداد وخطوط الاتصال. في ضوء دراستك تعلم نابليون الدرس السابق نتيجة إيه؟ وبص بقى، هل يا مستر نتيجة الفشل في السيطرة على الصعيد دي مالها مال الإمداد؟ الاتجاه بحملته إلى الشام مالها برضه مال الإمداد؟ امال غرق وتدمير الاسطول الفرنسي. لما اتغرق الاسطول الفرنسي قطع الطريق جدع بين الحمله في مصر وفرنسا، فقطع الطريق ده اسمه خطوط الامداد بتاعتهم باظت. السؤال بعد كده بيقول: حاول نابليون مجامله الدوله العثمانيه من خلال ادعائه، يعني كذبه بانه جاي من اجل ايه؟ قال لهم انني ما قدمت اليكم لضربكم. امال جئت لنا ليه يا عم الحاج؟ قال لي لمحاربه المماليك الغرباء. يبقى هو استطاع انه يكسب الدوله العثمانيه لما ضحك عليهم وقال لهم ان جاي احارب المماليك الغرباء. السؤال اللي بعد كده 36 بيقول لي: اراد نابليون بونابرت من الاتصال بطبقه العلماء والاعيان في مصر. يبقى عايز يتصل بطبقه العلماء والاعيان في مصر من اجل ايه؟ تقول له على طول من اجل تحقيق اهداف الحمله الاستراتيجيه. ليه؟ هو لما يتصل بطبقة الأعيان والعلماء هو كده هيستطيع التعرف على ما يدور في أذهانهم، ولما يتعرف على ما يدور في أذهانهم يبقى يحقق السيطرة اللي يبقى هي هدف من أهداف الحملة الاستراتيجية هو تحقيق السيطرة. السؤال 37 بيقول لك: ضمن نابليون بونابرت من خلال إنشاء الدواوين المختلفة. يبقى نابليون ضمن من إنشاء الدواوين إيه اللي يحصل له يا مستر؟ هيضمن العامة الشعب. عامة الشعب اللي هم مين يا مستر؟ اللي هم الطبقة الوسطى. يبقى إذا هو لما يعمل لهم الدواوين ويشرك عامة الشعب اهي التأييد ده ياخد تأييد الظاهري للطبقة الوسطى، ان الطبقة الوسطى تؤيده تأييدا ظاهريا. السؤال اللي بعد كده بيقول: توثيقا لفترة الحكم العثماني بيقول لك أصيبت البلاد بطاعون فظيع. يبقى البلد حصل فيها طاعون وبلغ عدد الموتى في القاهرة نحو 1000 في اليوم الواحد. يا لهوي، 1000 واحد بيموتوا كل يوم بسبب الطاعون. في ضوء دراستك أيا من الإجراءات الآتية تتفق مع مضمون الوثيقة اللي قدامك؟ والله أنت شاطر، أقسم بالله أنت شاطر وما عايزني أقول لك مرض وموت وطاعون. هتقول لي على طول إقامة المحاجر الصحية. المجمع العلمي ملوش دعوة، تأليف كتاب وصف مصر ولا الديوان العام ليه دعوة. برنس الليالي يا رمانة الميزان، عايزك مركز كده معايا عشان قربنا خلاص نكمل أول كتاب معانا وهو كتاب المصدر. والسؤال 39 بيقول: يرجع السبب الرئيسي في تدهور الأحوال السياسية في مصر إبان يا رجالة يعني خلال، ماشي، كلمة إبان يعني خلال الحكم العثماني. يعني ايه السبب الرئيسي لتدهورات الأحوال السياسية خلال الحكم العثماني؟ على طول هتقول لي على طول السؤال أو الهدف الأساسي هو الصراعات، هو الخناقات اللي كانت دايرة والمنافسات الداخلية بين المماليك، فاكرين؟ وبين الوالي العثماني. كل دول بيضربوا في بعض وكل دول عايزين التاني يتخلصوا من بعض. يبقى دي صراعات ومنافسات داخليه. ايوه كان في تدهور اقتصادي بس الكلام ده مش موجود. المصريين ما كانوش بيعملوا ثوره واطماع الحروب الخارجيه لسه ما حدش فكر في مصر. استهدف نابليون من اول اجراء عند دخوله مصر، كلمه مستهل يعني عند بدايه دخوله مصر، كلا مما ياتي باستثناء. ركز يا حبيب قلبي الغالي، باستثناء دي بتوديك وما بتجيبكش، بتغرقك. بيقول لي ايه السؤال؟ نابليون اول اجراء عمله في بدايه دخوله مصر كان اجراءات عملها نابليون، الا ايه؟ يعني انا عايز الا ايه اللي ما عملوش نابليون. اللي ما عملوش نابليون. تقول لي على طول شحذ همم المصريين ضد المماليك، لا هو عملها لما بعت لهم الخطاب، يبقى ما تنفعش. تحييد الشعب المصري، لا هو عملها، قال لهم ما لكمش دعوه انا جاي احارب المماليك. فرق اقتصد، لا هو فرق بين المماليك والشعب الدوله العثمانيه. امال اللي ما عملوش نابليون هو فصل مصر عن الدوله العثمانيه، وما كانش هدفه انه يفصل مصر عن الدوله العثمانيه.
41 بيقول لي دفعت مصر ثمن العزلة التي فرضها عليها العثمانيين. مصر دفعت ثمن العزلة العثمانيين فرضوها عليه. طيب الكلام ده ظهر في ايه؟ اول ما المصريين واجهوا الفرنسيين يا ولاد كانوا في صدمة، لان الفرنسيين معاهم احدث الاسلحة، بينما المصريين معاهم الاسلحة القديمة ولسه بيحاربوا بالحصان والسيف. وها يا مستر، اذا يبقى ثمن العزلة هي الصدمة اللي اتعملت للمصريين لما الفرنسيين جم مصر. يبقى اذا الصدمة دي خدوها في مواجهة الحملة الفرنسية، مش علي بيك ومش انشاء المجمع ولا افتتاح قناة السويس، الكلام ده كله هري. 42 ركدت يعني باظت، يعني تأخرت التجارة الخارجية اثناء فتره حكم نابليون وكليبر. بسبب ايه؟ هتقول لي بسبب مين اللي متحاصر من فوق؟ بسبب حصار الاسطول الانجليزي، صح؟ الشواطئ المصريه مش عارفين نعمل تجاره خارجيه مع اوروبا، ولا نروح ولا نيجي. طيب يا مستر، مش موجوده حصار الاسطول الانجليزي، بس موجوده حاجه تنوب عنها. بص كده في الاجابات، بص 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 على دي الف كده، تدمير الاسطول الفرنسي في ابو قير. لما اتدمر الاسطول الفرنسي إيه اللي حصل؟ الاسطول الانجليزي راح جاي محاصر الشواطئ. يبقى هي دي الاجابه. سؤال 43 بيقول لي أظهر الممالك أثناء الحملة الفرنسية نوعا من المرونة السياسية. مرونة سياسية يعني ما كانوش متعصبين. دلل لي على المرونة. هتقول لي المرونة حصلت مرة واحدة في هذا المنهج أو مرتين، لما راحوا يتفاوضوا مع المماليك في حكم الصعيد، دي كان مرونة، ولما عملوا اتفاقية العريش مع العثمانيين. طب إذا أنا هاخد إيه بقى؟ تعال نبدأ. توافق مراد بك مع إبراهيم بك؟ لا يا باشا، ده واحد طفش هنا واحد. التعاون مع أهل الصعيد ممكن تنفع، بس مش مع أهل الصعيد، مع مراد بك تحديدا، بس خليها دلوقتي. قبول مراد لعرض كليبر؟ لا طبعا. بص، هو قبل عرض كليبر، يبقى اذا الاجابتين دول شبه بعض. ولا فرار ابراهيم بك الى الشام؟ امال انا اخد ايه؟ اقول له قبول مراد بك لعرض كليبر، دي اقواهم، اقوى من التعاون مع اهالي الصعيد، عشان هم مش اهالي الصعيد، هو لسه قايلين تعاون مع مراد. يبقى دي مرونه سياسيه لما قبل مراد عرض كليبر وعرض عليهم ان هم يكونوا مع بعض ويحكم المنيا بقى، وملوش دعوه. يبقى في حاكمين، حاكم في الشمال فرنساوي اللي هو كليبر، وحاكم في الجنوب اللي هو مراد بك في الصعيد. السؤال رقم 44، اسرع معايا يا برنس الليالي. السؤال بيقول اظهرت التاثيرات النهضه الاوروبيه على مصر اثناء وجود الحمله الفرنسيه في ايه؟ يبقى النهضه الاوروبيه اللي هو التقدم يعني ظهر على مصر مش في ديوان القاهره، مش في اصلاحات الصناعه، لان الصناعه ما طلتش المصريين، ولا النشاط التجاري. امال ايه يا مستر؟ تقول لي الصح انشاء المجمع العلمي، ان هم جابوا مجموعه من العلماء. مجموعه من العلماء دول افادت مصر في شتى المجالات. يبقى الاجابه هنا هتكون المجمع العلمي. 45 بيقول يدل اختيار عبد الله الشرقاوي لرئاسه الديوان العام. هو راحوا جابوا الشيخ عبد الله الشرقاوي يخلوه هو رئيس الديوان العام. طب ليه؟ علشان نابليون هنا عايز يجيب واحد من المصريين، عشان يقول للمصريين بص والله انا عايز، انا بحبكم وعايزكم تحكموا بلدكم، عشان ينفذ الوعد اللي هو كان وعده بيه ليهم. يبقى اذا حرص نابليون على تاكيد ثقته في العلماء المصريين دول كلهم ما ينفعوش ولا ممارسه مبدا الشورى. السؤال اللي بعد كده 46، والواحد قرب يفيص، بس زي ما انا استحمل وهكمل الاخر يا بطل، عايزك تستحمل معايا. بيقول 46 ايه؟ كان من الممكن ان ترحل الحملة الفرنسية في هدوء في حال تغير موقف من انجلترا يا بابا. مش انجلترا اللي رفضت؟ يبقى كان ممكن الحملة تمشي، انا ما حدد عليش، لولا تغير موقف انجلترا قلت لهم لا امشوا كأسرى حرب. يبقى ده السؤال. عقب عودة نابليون من عكا أدخل تعديلات على القضاء. أفادت مين؟ هتقول لي أفادت المصريين، لأن جعل المصريين يتولون القضاء بدلا من العثمانيين. يبقى إذن دي أفادت المصريين. السؤال 48 بيقول لي قال نابليون لجنوده. يا بني نابليون بيكلم الجنود بتوعه بيقول لهم إن المدن التي سوف نجتازها شيدها الإسكندر سيكون لنا في كل خطوة ذكريات عظيمة. استدل من القول السابق رغبة نابليون في إيه؟ بيديهم عظمة بقى، وبيديهم بص انا هنيجي بلد خدها الاسكندر. يبقى هو كان عايز يخلي الجنود بتوعه اشرس اقوى في القتال، يبقى حس جنوده على القتال من اجل التاريخ. قال لهم انتوا اسمكم هيتذكر هنا لانكم دخلتوا بلد خدها الاسكندر، المقصود بقى الاسكندريه يعني ومصر، فلذلك حس جنوده على القتال. فما كان منه الا ان ولى الادبار ثم عادوا الرمح بخيولهم في محاوله لاختراق صفوفنا. يقول لك بص كده، ولوا الادبار يعني طفشوا، ثم عاودوا الرمح او بخيولهم في محاوله لاختراق الصفوف بتاعتنا. المقوله دي بتقول ايه؟ او القول السابق لاي من مظاهر المقاومه. مين يا مستر اللي ولى الادبار؟ يعني اتهزم ورجع وبعد كده رجع تاني علشان يحاربهم. قول له على طول قائد البكوات المماليك. مش هم المماليك اتهزموا في معركه شبرخيت وتراجعوا الى امبابه، ومن امبابه بداوا يعيدوا الفرار او الهجوم مره اخرى. يبقى اذا على قائد البكوات المماليك او قائد المماليك. يروى ان احد ضباط الحمله الفرنسيه عندما دخلنا الاسكندريه في 3 يوليو
بث الإنجليز الفزع في أرجاء المدينة وقبل وصولنا، وصورونا في صورة الغاز المتوحش الدم والمغتصب وعدو الشرائع جميعها، يدفع الوثيقة السابقة نابليون لاتخاذ أيا من الإجراءات. بص يا باشا، هو بيقول لما دخلنا اسكندرية بث الإنجليز في أرجاء المدينة الفزع. الإنجليز قالوا إن الناس دي جاية تقتلكم وجاية تخلص عليكم وهكذا. طيب ايه المقولة اللي عملها الانجليز ديت عادت بايه على نابليون؟ قال لي خلت نابليون يفكر سريعا ويفكر انه يكسب المصريين لصفه، ماشي، وما يخليهمش يقفوا مع الانجليز. فلذلك صاغ افكار منشوره الذي سيوزعها على المصريين. قال لهم بصوا بقى يا رجاله، انا مش جاي اضربكم ومشكلتي مش معاكم، مشكلتي مع المماليك. فهو اختار الطرف الاضعف علشان يحط عليه مشكلته، علشان يحيد المصريين. مش القاء القبض على السيد عمر مكرم ولا الدخول في صدام مع الانجليز، لا لسه، ولا محاوله التفاهم مع زعماء البكوات المماليك. كان بمثابه آلة الزمن التي انتقلت بمصر من حاضرها العثماني الى ماضيها العريق ومستقبلها المشرق. ايا من اثار وجود الحمله الفرنسيه على مصر شيء ذلك. من الاخر يعني بيقول لك مين اللي خلى، اللي خد المصريين من الظلم والتدهور اللي كانوا فيه ايام الحمله العثمانيه والسلطان العثماني الى التقدم اللي فرنسا عملته لينا؟ اكيد المجمع العلمي على طول. ليه؟ لانه كان نافذه، فاكر ياض، اتل منها المصريين على طرق جديده في الحكم. يبقى الاجابه المجمع العلمي، ما ينفعش ديوان ولا مصارع فرنسي. السؤال رقم 52 بيقول بعد سفر نابليون انقسم الجيش الفرنسي الى فريقين. الاول يفضل الخروج من مصر والعوده لفرنسا، والثاني يفضل البقاء لتحقيق اهداف نابليون. ايش يا باشا بعد نابليون ماشي يعني؟ بدور دراستك فشل الرايين السابقين. الراي ده فشل اللي هو عايز يمشي، والراي الثاني فشل انه عايز يمشي. ايه بقى اللي فشلهم؟ هتقول لي بقى عده حاجات يا مستر. هل الانقسام بين اصحاب الراي والقرار في فرنسا هم مش كانوا منقسمين خلاص يا جماعه ان هم لازم يمشوا، ولا وقوف انجلترا على طرفي نقيض من الحمله؟ سيبها دلوقتي ممكن تنفع، بس نشوف الف الوضع الداخلي لفرنسا مع ده ملوش دعوه بالكلام اللي احنا بنتكلم عليه، خروج من مصر ملوش دعوه، ولا موقف الدوله العثمانيه من ما لهاش دعوه. يبقى الاجابه الصحيحه هتكون ده، وقوف انجلترا على طرفي النقيض. السؤال ده هيلخبط بعض الناس العباقره الاذكياء. ايه وقوف انجلترا على طرفي النقيض؟ سؤال، مش انجلترا كانت عايزه تمشي الفرنسيين من مصر؟ تقول لي وجابت لهم حمله وجيش عشان تضربهم سواء في بقير البحريه ولا في عكا. يبقى اذا الانجليز عايزين يمشوا الفرنسيين، صح ولا مش صح؟ تقول لي صح. طيب بعد كده لما جم الفرنسيين يمشوا في معاهده العريش، هل انجلترا بقى خلتهم يمشوا، سهلت مشيهم؟ قالت لهم لا، ده انجلترا وقفت لهم، قالت لهم عايزين تمشوا امشوا كاسرى حرب. يبقى اذا انجلترا هنا على طرفي النقيض. منين يا انجلترا عايزاهم يمشوا ومنين يا انجلترا مش عايزاهم يمشوا؟ يبقى هو ده السؤال اللي هيلخبط ناس كتير ابطال منكم، بس انا عايزك كبطل القيصر ما تتلخبطش وتركز في السؤال وكل سؤال وكل كلمه بتتقال فيه. اللي بعد كده 53 بيقول لك ارتبطت هزيمه فرنسا في ابو قير البحريه بعجز الحمله الفرنسيه على تحقيق اهدافها. صح، عجزت الحمله عن تحقيق اهدافها في الصعيد. هي عجزت بس في الاخر مش عجزت لانها تفاهمت مع مراد بك. في الشام يبقى هي دي عجزت، هي كانت رايحه عشان تسيطر على عكا وما عرفتش تسيطر على عكا ورجعت، يبقى عجزت على تحقيق اهدافها في الشام. ومن بعديها قرر نابليون انه ياخد بعضه ويمشي. حدد نابليون بونابرت وظيفه اعضاء الديوان العام في تدريب الاعيان على مجالس نظام الشورى، حيث الاستشاره وتلقي الاراء فيما يعود بالنفع على اهالي في مجالات القضاء والمواريث والملكيه والعقارات. العناصر القادرة على تقديم المشورة، يا له اكيد مش مشايخ القرى، يعني مشايخ القرى دول كانوا من المماليك وخلاص اتشالوا. رؤساء العربان البدو، هو مالنا يا عم، البدو مش سكتهم خالص. امال هنا بقى هاخد مين العناصر القادرة على ذلك في سؤال 54؟ هل هاخد التجار؟ مكتوبة غلط؟ لا. امال هاخد مين؟ العلماء اللي هم اصحاب الرأي والمشورة، ان الناس تسمع كلامهم، يبقى الاجابة هتكون العلماء. 55 اتبع كليبر اسلوب التفاوض مع الاطراف الاتيه، ولكن كليبر ما تفاوضش مع مين يا ولا؟ هو تفاوض مع الانجليز صح في العريش، وتفاوض مع المماليك صح مراد بك، وتفاوض مع العثمانيين صح في العريش. امال ما تفاوضش مع مين؟ مع المصريين. دخل ضرب على طول. السؤال 56 بيقول لك ابتسمت افكار مينو التي طبقها في النشاط الصناعي بالسعي الى ايه؟ يبقى مينو لم يشرك المصريين في الصناعه. ليه؟ علشان كان عايز يحتفظ لبلاده اللي هي فرنسا بالتفوق الحضاري، تفضل بلده متفوقه على مصر. ظهرت تداعيات يعني نتائج وفاه محمد ابو الدهب. محمد ابو الدهب لما مات ايه اللي حصل؟ قال لي ظهر ذلك سلبا على الاقتصاد. ليه بقى يا مستر؟
لان مصر انقسمت بين مراد بك وابراهيم بك، وكل دول اثروا على احداث السياسيه اللي هو حروب بقى ونزاعات فيما بينهما، واحداث اقتصاديه ان مصر افتقرت ورجعت ورا 50 سنه من ايام الحكم العثماني، لان هم ما اهتموش بالاقتصاد بسبب المعارك اللي كانت بتدور، وبسبب طريق الجديد اللي اكتشفوه او بتاع طريق راس الرجاء الصالح اثر عليهم سلبا. مش تاثر مصر بتشوف الجغرافيا لان من قبلها ولا تراجع اهتمام العثمانيين ولا تاثر مصر بالخضوع للحكم العثماني. الاجابه الصحيحه اللي هي الف. سؤال رقم 58 بيقول: اقرأ ثم أجب. من المعروف أن الدعاية هي فن التأثير ماشي على الجماهير وتهيئة النفس وتأهيلهم نفسيا يعني. قال لي بص: استخدمت الحملة الفرنسية هذا الأسلوب بصفة خاصة لاستقطاب مين؟ مش عايزة تستقطب الإنجليز، ده أعدائها، ولا عايزة تستقطب المماليك، ده جاية تنفخهم، ولا العثمانيين دول بره مصر، أمال هي عايزة تستقطب الشعب المصري، قوة المصري. السؤال اللي بعد كده يقول لك: يأس أول قادة الحملة من تحقيق طموحاته. مين يا أول قائد الحملة؟ اللي هو نابليون. ليه ما حققش طموحاته؟ ليه؟ قال لي: بسبب تجدد حروب الثورة ضد أعدائها. إزاي يا مستر؟ لما حصلت ان انجلترا وفرنسا وبلاد او انجلترا والبلاد الاوروبيه كونوا جيش وراحوا يضربوا فرنسا، فتجددت الثورات ضد فرنسا، فنابليون ما ينفعش يقعد في مصر، فساب الحمله لكليبر وخد بعضه وجري علشان ينقذ فرنسا من عثرتها. يبقى اذا تجدد حروب الثوره ضد اعدائها المقصود بها فرنسا، مش مصر هناك، خلت نابليون يمشي. يبقى يائس قائد الحمله اللي هو نابليون بسبب الحروب اللي كانت ضد فرنسا، فخد بعضه ومشي عن مصر، فده جعله ما يحققش طموحه في مصر. السؤال رقم 60 بيقول لي: كان للمصريين تراث من التقاليد والعادات يغارون عليه، كما كانوا لا يزالون يفكرون بعقلية مسلمي العصر الوسيط، ولكن تعرض هذا التراث للاهتزاز بفضله. هو هنا بيقصد الازهر والحفاظ على النسق الديني اللي كانوا فيه، والحفاظ على طريقه التعليم الرديئه المتدنيه اللي خلت الازهر يسود الشعوذه والجهل والكلام ده. هو هنا بيقول لك المصريين كانوا بيؤمنوا بالتقاليد والعادات ويغارون عليه ولا يزالون يفكرون فيه، ولكن تعرض هذا للاهتزاز بسبب ايه؟ بسبب ان هم شافوا صدمه حضاريه. ليه؟ شافوا تقدم اوروبي، شافوا تقدم فرنساوي، فلذلك جعلتهم صدمه، جعلتهم يشكوا في هذا التراث، وتعرض هذا التراث اللي هو الازهر الشريف للاهتزاز. يدل او يستدل من طرق سعي الولاة العثمانيين لتوطيد يعني تقويه سلطتهم في مصر. ايه اللي خلوا الولاة العثمانيين يستدل ان هم عايزين يوطدوا يقووا سلطتهم في مصر؟ يقوي سلطته ازاي؟ عن طريق الفساد. فساد ازاي؟ عن طريق ان هو يخلي الديوان يتجسس على الوالي، والديوان يمكن ان يعزل الوالي، والوالي يجي مقابل ان يدفع عليه رشوه كبيره، يبقى خلى الدنيا كلها تربك في بعضيها، يبقى كان عنده نظام فاسد، نظام اداري فاسد. خلى النظام الاداري الفاسد ده بعد كده اللي يحصل ان الراجل اللي اسمه علي بيك الكبير يعمل ثوره عليهم ويطردهم، يبقى هم ضعاف اداريا. السؤال الاخير يا بطل، والانت وصلت لحد هنا يبقى انت بطل الابطال وسيد الناس. يا رب يا رب يا اخي ما تنسى تعمل لي لايك وتعمل شير للفيديو ده كده، وتدعي لي دعوه بظهر الغيب كده علشان نكمل الفصول اللي جايه باذن الله على خير. السؤال بيقول لك: وكان هذا العمل في حسابنا نحن المصريين. ماشي يا عم، ماله يعني؟ اجل يعني اسمى وارقى. طيب اجل نتائج الحمله الفرنسيه وابعد اثرا، أنار للعالم ناحية أطبق عليها الظلام وسادها السكون. يا مستر وأنت غيرت ليه الخط؟ علشان الجملة دي مهمة جدا وأنا عايزك تركز فيها جزئية جزئية. يعني إيه؟ إن العمل اللي إحنا عملناه ده أنار ظلمة العالم من ناحية أطبق عليها الظلام وسادها السكون، وقاد الى النور فقره مفقوده اضاءت لمصر سبيلها فعرفت مقامها بين الامم. بص يا رجاله، كل الحاجات ديت عملتها الحمله الفرنسيه، مش هقول لك لا، كلها كلها برافو عليك عملتها الحمله الفرنسيه، بس المجمع العلمي ولا محاوله ربط البحرين لا طبعا. امال اقوى حاجه هنا اقول له رموز حجر رشيد، لان فاكر رموز حجر رشيد عرفنا الاثار والتاريخ المصري القديم، ولذلك الاجابه دي هي الصح وهي اللي تنفع، مش كتاب وصف مصر. هو برضه ينفع بس لو مش موجود فك رموز حجر رشيد. وبكده يا عزيزي الغالي يبقى احنا خلصنا مع بعض كتاب المصدري، ويلا من غير تفكير على طول نخش على الكتاب اللي جاي بعد كده، وهو كتاب التميز وكتاب الامتحان. يلا بينا، قول يلا بينا. السؤال هنا بيقول: يمكن وصف جميع افكار محاولات فرنسا لاحتلال مصر او من اجل احتلال مصر. يعني احنا ممكن نوصف كل المحاولات اللي فرنسا عملتها علشان تحتل مصر، ماشي، في العصر الحديث من خلال الحكم الملكي الاقطاعي. كلمة الحكم الملكي انت عارفه الاقطاعي ان يمتلك قطعة كبيرة من الارض، الارض طبعا لصالح الملك والفلاحين اللي موجودين شغالين عند الملك بالاجرة، تمام.
من خلال الحكم الملكي لإقطاع محاولات فرنسا كلها. فشلت ولا نجحت؟ هتقول لي لا، فشلت كل محاولات فرنسا ما عدا المحاولة الأخيرة اللي هي بتاعت نابليون. خلاص، فهو بيكلمك هنا هنخرج من الفترة دي حكم نابليون. اقول على طول مش مرتبطه بالعداء لهولندا بس ولا معاديه للدوله العثمانيه. طب في واحد طلبها سلما من السلطان العثماني، امال ايه؟ اقول له كانت مفتقده العامل الحسم، يعني ما كانش فيها عامل حاسم، عامل حسم مفتقده ليه، يبقى اذا هو دي الاجابه. كان الهدف الرئيسي الذي دفع ملك فرنسا لويس ال 16 للتفكير في احتلال مصر. ليه لويس ال 16 فكر الهدف الاساسي ان هو فكر انه يستولي عليها من اجل تامين التجاره بتاعته، يبقى يأمن تجارته، مش تحالف اوروبا ضد فرنسا خالص خالص، ولا ضربه عسكريه لانجلترا خارج اراضيها، هو مش تبع انجلترا، ولا قطع الطريق بين هولندا ومستعمراتها في الهند. ده مش لويس ال 16 يا باشا. امال ايه؟ قال لي من اجل ايجاد منفذ ليه على البحر الاحمر لمرور التجاره. يبقى هو فكر انه يحتل مصر عشان يعدي التجاره بتاعته ويخلي لها منفذ. وده سؤال دور اول 2025. السؤال اللي بعد كده بيقول اي مما يلي يعد احد نتائج الثوره الفرنسيه؟ ايه اللي من نتيجه من نتائج الثوره الفرنسيه؟ هقول له على طول يا مستر، من نتائج الثوره الفرنسيه لما حصلت ملوك اوروبا عادت الثوره. صح، برافو عليك. يبقى اذا اتساع دائره العداء الاوروبي ضد فرنسا، ان اوروبا كلها عادت الثوره الفرنسيه من اجل ان فرنسا قامت وعملت نظام جديد اللي هو النظام الجمهوري. يبقى هي دي الاجابه. زاد شدة التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا في نهاية القرن ال 18. ليه زاد التنافس الاستعماري في القرن ال 18؟ هتقول عشان تقول لي التغيرات السياسية لفرنسا. ليه يا مستر؟ لأن فرنسا حصل فيها نظام ثورة على النظام الملكي، قتلوا الملك وخلصوا منه وعملوا نظام تاني اسمه نظام جمهوري. طب والنظام الجمهوري ده اسمه تغير سياسي. يبقى التغير السياسي في فرنسا ده اللي خلى شدة التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا تزيد. ليه؟ لأن انجلترا ملكي وهم جمهوري، فقررت انجلترا مع اوروبا ان هي تقضي على الجمهوريه. يبقى دي التغيرات السياسيه. تشابهت رغبه النظام السياسي الفرنسي في نهايه الحكم الملكي وبدايه الحكم الجمهوري تجاه مصر. يبقى نهايه الحكم الملكي مع بدايه الحكم الجمهوري، هنا في تشابه في النظام السياسي الفرنسي من اجل السيطره على مصر. ليه؟ قال هم عايز يسيطر على مصر مش عشان القضاء على سلطه المماليك. لا، مش في تشابه بين الاثنين في كده، ولا السيطره على طريق راس رجاء صالح. ده مصر مالهاش دعوه يا عم الحاج براس الرجاء الصالح، ده الناحيه الثانيه بتلف. مجاهده التحالف الاوروبي ده دين في فقره واحده مش فقرتين، امال هما الاثنين يجمعوا على ان هم يحتلوا مصر علشان يجعلوا مصر مورد للخزنه الفرنسيه، او من اجل التجاره بتاعتهم اللي هتعبر مصر يبقى زياده المورد الاقتصادي. السؤال اللي بعد كده يقول لي العد العامل الرئيسي في عدم استقرار احوال الفلاحين قبل مجيء الحمله الفرنسيه. ايه الرئيسي اللي ما خلاش احوال الفلاحين تستقر؟ تعال نشوف يا باشا. هل احوال الفلاحين لهم علاقه بالبدو؟ اقول له لا. الولايه فرضوا اتوات، هم فرضوا اتوات، بس مش ده عامل اساسي في عدم استقرار. امال عدم استقرار الفلاح عشان الطريقه المتبعه في ملكيه الارض. من اخر ان الارض بتاعتك مش بتاعتك، هي بتاعت السلطان العثماني وانت قاعد تزرعها بالاجره. تمام كده. يبقى ده اذا عدم استقرار احوال الفلاحين بسبب الطريقه المتبعه في ملكيه الارض اللي هو حق الانتفاع. اسهم نظام طوائف الحرف في مصر خلال القرن ال 16 الميلادي. نظام طوائف الحرف اسهم في ايه؟ تقول لي على طول مش تخفيف الاعباء عن الصناع، لا، كانوا بيفرضوا ضرائب على الصناع من خلال طوائف الحرف. تطوير الصناعه تقنيا مين؟ الصناعه كانت بايظه ومتنينه على عين ابوها. امال خلق رقابه دقيقه على الانتاج. ليه؟ لان شيخ الطائفه كان يراقب الطائفه، ولا احد يدخل الطائفه الا باذنه، وبيوصل القرارات من السلطان للطائفه ومن الطائفه للسلطان. يبقى اذا خلق رقابه دقيقه على الانتاج يدل تدهور اسف مش تطور الصناعه بمصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. تطور الصناعه ايه اللي ما خلاش ايه اللي خلاها تتدهور ومش تتطور؟ علشان حاله العزله اللي فرضها الدوله العثمانيه. هم مش خدوا امر الصناع الاستانه وسابوا لنا الصناع اللي مش نافعين؟ اقول لك يبقى ديت اذا النتائج التي كان يفرضها العثمانيين علينا هي نتائج بتاعت العزله، جعلت مصر في عزله حضاريه، ومن هنا تدهورت الصناعه واصبحت يدويه واصبحت بائسه. السؤال اللي بعد كده بيقول 9. ارتبط تدهور التجاره داخليه لمصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه بعده اسباب. اهم هذه الاسباب ايه؟ التجاره هي يا باشا الداخليه. طيب التجاره الداخليه كنا واخدينها عشان افتقاد الامن، فاكرين؟ غارات بدو الصحراء، ماشي. واختلاف المكاييل والموازين، ايوه يا برنس، اختلاف المكاييل والموازين، يبقى هي دي الجانب الاكبر. طب اختلاف المكاييل والموازين اخدها اختلال النظام المالي، مفيش كشوف، مفيش تطبيق الالتزام، سيطره تجار اجانب بره الموضوع. يتمثل وجه الاختلاف بين كل من النشاط الزراعي والنشاط التجاري في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه في ايه؟ يبقى النشاط التجاري والنشاط الزراعي هما الاثنين يتمثلان بينهم وبين بعض اختلاف. ركز، يبقى هو عايز اختلاف. طيب الاختلاف
تولي الطبقة الوسطى المصرية جمع الضرائب. ده على فكرة الطبقة الوسطى ما كانتش بتتولى جمع الضرائب، لأن اللي كان بيتولى جمع الضرائب دي الطبقة العليا، اللي هم المماليك أو بكوات المماليك أو الملتزم. معاناة كلا النشاطين اللي هو الزراعة والتجارة من السياسة المالية لهم معاني على فكرة. إهمال العثمانيين لأدوات تطوير، هم أهملوا تطوير، يبقى كل ده ما ينفعش. ولكن العنصر البشري المسيطر على كل من النشاطين. مستر، يعني ايه كلمة العنصر البشري المسيطر على كل من النشاطين؟ بص يا حاج، النشاط الزراعي والنشاط التجاري. النشاط الزراعي العنصر البشري الذي كان يسيطر عليه قبل مجيء الحملة الفرنسية هو رجل يسمى الملتزم. والملتزم ده اللي كان بعينه السلطان العثماني، صح؟ قول لي صح. طيب والنشاط التجاري بقى، ها، قبل مجيء الحملة الفرنسية كان بيسيطر عليها الأجانب. يبقى إذا ده الملتزم وده الأجانب، يبقى إذا العنصر المسيطر على كل من النشاطين ده وجه الاختلاف. تشابهت أوضاع الولاة العثمانيين مع حكام الأقاليم في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية في إيه؟ يبقى الوضعين تشابهوا في الحياة الاجتماعية. لا يا مصر، لأن الحياة الاجتماعية للولاة العثمانيين مع المماليك كانوا طبقة عليا، والحياة الاجتماعية طبقة عليا يعني مرتفعة. يبقى إذا هما الاثنين تشابهوا في إيه؟ مش السلطة طبعا، في واحد سلطته أعلى من الثاني، ولا الانتماء ماشي، ولا مقدار الضرائب المدفوعة. طب السؤال اللي بعد كده بيقول: وقعت المسؤولية الحفاظ على التعليم في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية على عاتق مين؟ الأزهر. مستر، الازهر مش موجود هنا، ده موجود بس انت مش واخد بالك. بص بص كده، احد فئات الطبقه الوسطى اللي هم علماء الازهر، خلاص كده. يبقى اذا وقع التعليم على عاتق الازهر. استحدث السلطان العثماني ادوات التبعيه له في مصر، فقام نظاما للحكم على ثلاث ادارات تراقب كل منهما الاخرى، اي من عناصر التاريخ خرجت عن قواعد هذا النظام. يعني ايه مش من هذه القواعد؟ مش من هذه القواعد يا مستر، خرجت عنه وتجبرت وقررت ان هي تنفرد بمصر المماليك. طيب المماليك يا مستر مش موجودين هنا؟ لا موجودين برضه، بس انت مش واخد بالك. هم المماليك دول كانوا ايه؟ هل هم نواب السلطان؟ لا. هل هم رؤساء الدواوين؟ ما كانش في دواوين ولا وليله. امال هم ايه؟ حكام الادارات اللي هم المماليك، خرجوا عليه بقياده علي بيك الكبير لو تفتكر. حرصت الدوله العثمانيه على احكام قبضتها على زمام الامور بمصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. من خلال ايه احكمت قبضتها؟ من خلال السيطره واضعاف النظام السياسي المصري. طب هي اضعفت النظام السياسي اللي هو ايه يا مستر؟ الوالي والديوان وبكوات المماليك كله بيضرب في بعض، يبقى دي اسمها زرع الخلافات بين عناصر الحكم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: بتحليل طبيعه الحياه السياسيه في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه يتضح ايه؟ يعني لما نيجي نعمل تحليل للحياه السياسيه هيتضح منها ايه؟ ولا على طول يتضح منها سيطره المماليك على اداره البلاد رغم وجود الوالي. ليه؟ لان المماليك كانوا هم الناس ديت بترأس الاداره المحليه. ليه؟ عشان عندهم خبرة فيها. فالإدارة المحلية المماليك سيطروا عليها رغم وجود الوالي. يبقى لما نحلل الحكم السياسي هنلاقي طبعا المماليك هم الطرف الأقوى في المعادلة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: العامل المباشر الذي شجع علي بيك الكبير بالقيام بحركته الانفصالية. ايه اللي شجع علي بيك الكبير؟ هتقول لي حروب الدولة العثمانية مع روسيا. طب حروب الدولة العثمانية مع روسيا مش وهن ولا ضعف ولا امتلاك التفوق العسكري، امال ايه؟ السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه. يبقى حروبها مع روسيا دي اسمها السياسه الخارجيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: ادى اضطراب الاوضاع السياسيه في مصر قبيل مجيء الحمله الفرنسيه. يبقى الوضع السياسي المضطرب قبيل يعني قبل الحمله الفرنسيه ما تيجي بحاجه بسيطه. ليه؟ تقول لي بص يا باشا، بسبب تقلص واردات مصر. ليه؟ واحده واحده معايا. اضطراب الاوضاع السياسيه ان المماليك مسكوا في بعض خناقه وكله بيضرب في بعض. وليه؟ علشان كل واحد من المماليك ومن قاده المماليك سواء مراد بك او ابراهيم بك يوفر للمماليك بتوعه اكل ومعيشه ومرتب ورواتب. طيب كل ده هيجي بسبب تحول التجاره الى راس رجاء صالح. بص هي تنفع بس مش في الفتره دي، لان الفتره دي اصلا التجاره متحوله من راس رجاء صالح من زمان، مش من فتره مراد وابراهيم. هل هي زياده واردات البلاد وصادراتها؟ لما البلاد تزيد صادراتها وتزيد وارداتها يبقى اذا انا مستر كده البلد حلوه قوي خلاص. اختلاف المكاييل والموازين؟ لا برضو. امال ايه؟ تقلص واردات مصر. يبقى اذا تقلصت واردات مصر، الحاجات اللي بتيجي لمصر وبياخدوا عليها ضرائب تقلصت. فحصل اضطراب في الاوضاع الماليه، بناء عليه حصل اضطراب في الاوضاع السياسيه. السؤال اللي بعد كده بيقول: يتمثل السبب المشترك في انتزاع مصر من قبضة الحكم العثماني خلال القرن الثامن عشر. يبقى مصر انتزاعها من قبضة الحكم العثماني مرتين. خلاص، تعالى لي بقى هنا، عايز منك ايه؟ سبب مشترك في المرتين اللي مصر اتخذت من السلطان العثماني. هقول له السبب المشترك هو ضعف نظام الحكم.
ضعف نظام الحكم يعني توزيع السلطه السياسيه بمصر كانت ضعيفه، فعشان كده مصر فقدت في المرتين. المره الاولى يا حبيب قلب اخوك لما علي بك الكبير طلع وخدها من السلطان العثماني، والمره الثانيه لما الفرنسيين جم خدوها بسبب ضعف نظام الحكم. نابليون بيقول لي اني ما قدمت اليكم الا لاخلصكم من ايدي المماليك الظالمين، وانني اكثر من المماليك ايمانا بالله، ومش عارف ايه، بثبت المصريين يقعد ماشي. امك فقره من النص الخاص بمنشور نابليون. من خلال النص المقابل يتضح لنا تجاه نابليون او ايه اللي خلى نابليون يتجه الى مصر، ماشي. ولما اتجه الى مصر عمل الخطاب، والخطاب ده بقى ايه بالنسبه لنابليون؟ يمثل ايه من الحاجات دي؟ هل عنصر مفاجاه؟ لا يا باشا، ده خطاب. تبعث الشده والعنف، ده بيثبتهم. تحالف مع الدوله العثمانيه، هو مش تحالف بس يثبتها برضه. امال ايه؟ استخدم اعلام سياسي. يبقى استخدم الجواب ده انه يعلم المصريين، يبقى ده اسمه استخدام الاعلام السياسي. الشاهد على فشل اول نداء فرنسي موجه لنابليون الشعب المصري في تحقيق اهدافه. ايه الشاهد؟ يعني الدليل على ان الخطاب اللي نابليون عمله فشل. امتى؟ لما دخل المصريين يقاوموا نابليون في الاسكندريه. فاكرين السيد محمد كريم؟ لما دخل يواجههم، يبقى اذا المصريين ما سمعوش كلامهم ولا اتغروا بيهم، بل بالعكس قاوم المصريين الحمله في الاسكندريه، وده الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي غاب على المسرح الاحداث الحمله الفرنسيه منذ نزولها الاسكندريه حتى دخولها الى مصر. ايه بقى اللي غاب عن الاحداث؟ هل غاب عن الاحداث فاعليه الدوله العثمانيه؟ خليها دلوقتي ممكن تنفع. مقاومة القوات المماليك؟ لا، المماليك قاوموا مرتين فمش غاب على الاحداث. استخدام اسلحة تقليدية؟ المصريين كانوا بيستخدموها. دور المقاومة الشعبية؟ لا، المقاومة لها دور. امال غاب عنها فاعلية الدولة العثمانية. ان الدولة العثمانية ما كانتش لها دور قوي فعال في اول ما نزلت الحملة الاسكندرية. عملوا نفسهم مش واخدين بالهم ولا سامعين الحملة، وسابوا المماليك هم اللي يحاربوا لوحديهم. يبقى اذا غاب عن الاحداث فاعلية الدولة العثمانية. اللي بعده بيقول لك تمثل أهمية معركة شبرا خيت سنة 98 في أنها معركة شبرا خيت سنة 98 تمثلت في إيه بالظبط؟ عد معايا كده وأنت هتفهم. هل هي دليل على شدة مقاومة المصريين؟ يا عم شبرا خيت مش مصريين، شبرا خيت مماليك. طيب برهان على فضل حرب المناوشات؟ لا، على فكرة شبرا خيت ما عملوش فيها حرب المناوشات. حرب المناوشات كانت في الصعيد. مكانة نابليون من دخول القاهرة؟ لا، ده إمبابة اللي مكنته. مش أمال هي أكيد ما فيش غير أول اختبار تفوق في فيه مين تفوق فيه؟ تفوق فيه الفرنسيين على المماليك. حتى هنا مكتوبة خطأ كده، مكتوبة ايه بس؟ اول اختبار لطرفي المعركة. طرفي المعركة يقصد بها الفرنسيين والمماليك. السؤال اللي بعد كده بيقول ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك. ماشي يا حاج. بعد معركة بعد ما خد بعضه وطفش، مراد بك فر إلى الصعيد، وإبراهيم بك والوالي العثماني فر إلى بلاد الشام. طب الاثنين دول بعد معركة ايه؟ تقول لي بعد معركة امبابة على طول. السؤال اللي بعد كده بيقول لي معركة أبو قير البحرية تدل على، هل يا مستر الخطر في معركة أبو قير البحرية كان على الفرنسيين منين؟ تقول لي من الانجليز. اشمعنى؟ عشان ابو قير البحريه كانت بين الفرنسيين وبين الانجليز. يبقى اذا اهتمام انجلترا باحتلال مصر؟ لا، مش تنفع. دعم انجلترا للثوره المصريين؟ مش تنفع برضو. ولا التحالف بين الانجليز والمماليك؟ والله ما تنفع. امال اللي ينفع رصد الانجليز لسه اوائل الاسطول الفرنسي، ان الانجليز كانوا واخدين بالهم. اول ما الاسطول الفرنسي وصل اسكندريه يا باشا جابوا الحمله وجم في ابو قير البحريه على طول. السؤال اللي بعد كده تعد اولى نتائج موقعة ابو قير سنة 98 ماشي المباشرة من الناحية السياسية. الموقعة دي أول ما حصلت على طول المصريين راحوا جايين عاملين ثورة القاهرة ضد نابليون. يبقى قيام ثورة القاهرة الأولى، يبقى أولى النتائج بعديها على طول ثورة القاهرة الأولى. السؤال اللي بعد كده المعركة دي يقصد بها أبو قير البحرية عشان تبقى مركزة. السؤال اللي بعد كده بقول لي ارتبط فضل قوات أو فشل قوات الحملة الفرنسية في سرعة إخضاع الصعيد ليه؟ ليه؟ مش عارف. عشان الصعايدة كانوا بيتبعوا أسلوب حرب المناوشات. طب المناوشات والمعارك المتفرقة، يبقى الإجابة هنا الأساليب اللي تبعها أهالي الصعيد. السؤال بعد كده بقول لي الآثار الإيجابية لثورة القاهرة الأولى سنة 98. إيه من الآثار الإيجابية؟ أقول لك على حاجة. الآثار الإيجابية إن المصريين طلعوا يدافعوا عن بلدهم. مفيش يعني أعجب من كده يعني. يبقى المصريين هيدافعوا عن بلدهم من خلال نمو روح المقاومة لدى الشعب المصري. السؤال بعد كده بقول ترتب على تحالف الدولة العثمانية مع كل من إنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين من مصر تغير الفكر الاستراتيجي لقاده الحمله ولا تنامي الشعور الوطني عند المصريين؟ لا، هو متنامي من قبليه. تضامن العربي مع اهل الصعيد؟ مالها ومال انجلترا وروسيا؟ لا. تفاهم برضو؟ لا. امال ايه؟ تغيير التفكير الاستراتيجي لقاده الحمله اللي هو ايه؟ قائد الحمله اللي هو نابليون بدل ما كان قاعد في مصر ويستناهم في مصر فغير فكره، خد بعضه من مصر وراح يقابلهم في بلاد الشام. يبقى ده اسمه تغيير الفكر الاستراتيجي. توجد علاقه بين فشل نابليون في دخول عكا وايه؟ لما فشل نابليون في دخول عكا
توجد علاقه بينه وبين ايه؟ واحده واحده كده. هل توجد علاقه بينه وبين ثوره القاهره الاولى؟ لا طبعا. توجد علاقه بينه وبين تطور مقاومه اهل الصعيد؟ برضه لا. مالها ومال اهل الصعيد؟ بعيده. امال توجد فشله في عكا وعلى طول نتائج معركه ابو قير البحريه ليه؟ لانه هو راح يحاصر عكا من جهه الارض اللي هو جهه البره، بينما الاسطول الانجليزي كان بيساعد عكا من جهه البحر، فاصبح الحصار ملوش اي 60 لازمه. بالك بقى لو كان في ابو قير البحريه الاسطول لسه موجود بتاع فرنسا، كانت راحت وحصرتها من جهه البر ومن جهه البحر، يبقى اذا في علاقه بين فشل نابليون في عكا وهزيمه الاسطول بتاعه في ابو قير البحريه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارتبط حدوث تغيير قاده الحمله الفرنسيه باواخر القرن ال 18 بايه؟ ارتبط بالتهديدات العسكريه للاراضي الفرنسيه. ليه؟ نابليون لما اوروبا راحت تهدد فرنسا راح جاي سايب مصر تحت قياده كليبر، وهو راح علشان يدافع عن بلده. يبقى التهديدات العسكريه للاراضي الايه؟ الفرنسيه في فرنسا يعني. ترك كليبر الاتفاق مع السلطان العثماني نتيجه لايه؟ نتيجه لان الحمله بتاعته عدد جيشها بيقل، نتيجه الحمله بتاعته المصريين عمالين يعملوا ثورات، المماليك هيطلعوا يضربوه. يبقى كل ده كده يدل على تدهور اوضاع الحمله وموقف المصريين منها. السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي بعد سفر نابليون انقسم الجيش الفرنسي الى فريقين، الاول الخروج يعني من مصر ياخدوا بعضهم ويمشي، والثاني هو البقاء ماشي في مصر تنفيذا لنابليون واللي كان عايز يعمله. هو هنا بيقول لي يتضح في ضوء تحليل العباره السابقه من دراسه الحمله اصحاب الراي الاول اللي هم ايه الاول؟ اللي هم عايزين يمشوا من مصر. فشلت محاولات اصحاب الراي الاول بسبب ايه؟ على طول هتقول لي بسبب ان معاهده العريش ما اتنفذتش. مش اصحاب الراي الاول اللي هو كليبر كان عايز يمشي؟ مشي؟ لا. ليه؟ لان لما راح عمل معاهده العريش انجلترا اعترضت على معاهده العريش، يبقى اذا نتيجه تحكم انجلترا في مجريات الاحداث في مصر، وهي دي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول رقم 33 اثبت القائد الثاني للحمله الفرنسيه اللي هو كليبر سنه 1800 لما زال لديه القوى العسكريه تصدي الاعداء. وامتى؟ لما انجلترا رفضت معاهده العريش وعملت الجيش مع السلطان العثماني وجت تطلعه. يبقى بعد اهانته من قبل الحكومه الانجليزيه اهانته يوم ما وافقوا، بعد كده رفضوا، يبقى كده اهانوه، استطاع انه ينتصر عليهم ويضربهم. خلاص يبقى اذا القائد الثاني كان لديه قوه وما زال لديه قوه. تعد الفوائد التي عادت على كليبر من اتفاقه مع مراد بك في حكم الصعيد. ايه هي الفوائد اللي عادت على كليبر لما اتفق مع مراد بك في حكم الصعيد؟ ده فوائد كتير يا باشا. الفوائد تقول ايه؟ منع تشتت قوات الحمله اكثر من جهه، ولا استقرار اوضاع الحمله؟ اولا الحمله مش مستقره. ثانيا اتمام عقد اتفاقيه فشلت. اقتصاره على سلطه كليبر السياسيه؟ برضه لا. امال ايه بقى الفايده اللي عمت على كليبر؟ منع تشتت قوات الحمله في اكثر من جهه. ازاي؟ قال له بص يا مراد بيك خد الصعيد، فكده امن المماليك ان هم مش يضربوه، يفضى بقى للعثمانيين وللانجليز. السؤال اللي بعد كده العامل المشترك بين ثورتي القاهره الاولى والثانيه ضد الاحتلال الفرنسي في عامل مشترك. ايه بقى طريقه التعامل مع كلا الثورتين؟ ايه المشترك؟ ان كلتا الثورتين عملهم الفرنسيين المصريين بالشده والعنف، واحرقوا ودخلوا البيوت وفرضوا الضرائب والغرامات. يبقى اذا طريقه المعامله ما اختلفتش. اضطر منه لتعديل سياسته والرحيل عن مصر بسبب ايه؟ هتقول له على طول بسبب ان كل الدول تحالفت ضده، يعني او كل الاطراف، اسف مش الدول، اللي الانجليز تحالفوا ضده والعثمانيين تحالفوا ضده والمصريين كانوا هيعملوا ثوره ويتجدد الثوره، فقرر التحالفات الدوليه ضده ضد الحمله، فقرر ان هو يخرج من مصر. حالت يعني منعت بعض الظروف امام نجاح الحمله الفرنسيه تكون مستعمره في الشرق. ايه اللي منع ان الحمله تكون مستعمره في الشرق؟ هتقول لي على طول ان الحمله انقطع الطريق بينها وبين فرنسا، والدعم المالي ليها توقف، والدعم كله توقف. ده الاجابه هتكون افتقاد وصول الدعم العسكري والمادي لها. ليه؟ بسبب حصار الاسطول الانجليزي في شواطئ مصر. السؤال اللي بعد كده بيقول لي خلف نابليون الاساليب الاستعماريه المتعارف عليها ماشي عندما قام بجلب مجموعه من العلماء. نستنتج من مضمون العباره ايه اللي خلاه يجيب العلماء؟ عشان يستغلنا عشان يستفيد من كل الثروات مصر. السؤال اللي بعد كده يتضح من خلال دراستك لدواوين الاقاليم التي اسسها نابليون انها دواوين الاقاليم اللي عملها نابليون اسسها ليه؟ ان هي كانت بتختص بجمع الضرائب، فاكرين؟ بتختص بالبحث في الشكاوى والامن. يبقى اذا الضرائب والشكاوى والامن دي اذا تاخد الاجابه رقم د تختص ببعض الامور الماليه والامنيه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ظهرت اول تجارب الممارسه الديمقراطيه للمصريين اواخر القرن ال 18 من خلال رئيس ايه؟ هتقول لي بقى عد بقى، من خلال رئيس الديوان العام. ليه يا مستر؟ لان رئيس الديوان العام يتم اختياره بحاجه اسمها الاقتراع السري، ويؤدي الاقتراع السري اللي هو الانتخاب. يبقى اذا رئيس الديوان العام اللي هو الشيخ عبد الله الشرقاوي يعني.
أي من المؤسسات التي أنشأها نابليون في مصر تعد الأقرب للدور الذي قام به الملتزم أثناء الحكم العثماني؟ على طول هتيجي وتاخد دواوين الأقاليم. ليه يا عم؟ مش دواوين الأقاليم كانت بتلم الضرايب؟ طيب ما هو الراجل الملتزم كان بيلم الضرايب من الفلاحين، يبقى على طول هو دواوين الأقاليم. السؤال بعد كده بيقول لي: تدل مواجهة علماء الحملة الفرنسية بمصر مجال الزراعة رغبتهم في إيه؟ مجال الزراعة عشان ياخدوا المحاصيل من عندنا، وخصوصا القطن يبعتوه في فرنسا. ليه؟ عشان دعم الاقتصاد الفرنسي. اقترح مينو اثناء تواجد الحمله الفرنسيه عدم الاعتماد على المصريين. لسه حلينه في الكتاب بتاع المصدر من شويه. رغبته ان يخلي استمرار التفوق الحضاري لفرنسا على اي دوله من ضمنها مصر، فلذلك لم يشرك المصريين في الصناعه. اكدت العلاقات التجاريه لمصر مع بلاد البحر الاحمر اثناء الحمله الفرنسيه. العلاقات التجاريه اكدت على ايه؟ اكدت على جوده، والله لسه حلينه برضه في كتاب المصدر، جوده الصناعات النسيجيه المصريه. ليه؟ لما راح عمك مينو وعمك نابليون عمل علاقه مع مكه وشريف مكه، فتحوا معاه علاقات كانوا بيصدروا ليها المنسوجات، فاكر؟ والشيلان. يبقى اذا السؤال هيبقى جودة الصناعات النسيجية في مصر. هدف نابليون من خلال تعديل نظام القضاء بمصر على ايه؟ ان هو يتخلص من كل الاتراك، مش اتراك اعدائه، يتخلص منه ويجيب مصريين، يبقى يتخلص من نفوذ الاتراك ويعين المصريين. ادخل القائد الثالث. مين القائد الثالث؟ مينو. عدد من الاصلاحات في مجال القضاء تتمثل في ايه؟ مينو خلى المصريين هم اللي يتولوا الوظائف، ماشي، اسف القضاء. ومش بس كده، وخلى عمل محكمة لكل طائفة، وكل طائفة رفض فيها مبدأ الدية او القتل. فاذا هو هنا ساب مبدأ الدية والقتل، بدل ما كان الواحد بيقتل واحد ويروح يدي اهله الدية بتاعته، لا الراجل تركها للقضاء، فترك الفصل في قضايا القتل للقضاء. فالراجل ده من الحاجات الإيجابية اللي عملها. طيب تعيين علماء مصريين في القضاء ده مش ينفع، هو ده من نابليون. انشاء هيئة قضائية لمحكمة كبار الموظفين مش ينفع. انشاء لا يبقى هي اللي ينفع، ترك الفصل في قضايا القتل. اللي بعده بيقول: اي مما يلي يعد خروجا عن سمات المجتمع الشرقي ابان يعني خلال الحملة الفرنسية في العصر الحديث ان المصريين راحوا قلدوا المجتمع الاوروبي، قلدوا اللي بيحصل في اوروبا، قلدوا لبس الفرنسيين وطريقه اكلهم، يبقى هنا تقليد بعض المصريين لنمط المعيشه الفرنسي. السؤال رقم 48: يتشابه المجمع العلمي مع الديوان العام خلال الحمله الفرنسيه على مصر مع بعض الخصائص، منها ايه؟ منها ربط السياسه بالعلم. المجمع العلمي والديوان العام ده بيجتمع بنابليون العلماء، ودول بيجتمعوا برضه بنابليون، يبقى هنا ربط السياسه بالعلم. ايا من الوقائع التاليه شكلت صدمه للنخبه المصريه اثناء وجودها في مصر؟ ان المصريين لما احتكوا بعلماء المجمع العلمي ده كان صدمه ليهم. علمتهم ايه؟ علمتهم في طرق جديده في الحكم، مش بس كده، علمتهم في انماط جديده في الاداره اللي هي الدواوين، ومش بس كده، يبقى اذا لما احتك العلماء المصريين بالمجمع العلمي علمتهم كل الحاجات دي. السؤال اللي بعد كده الاخير، السؤال رقم 50 يا مستر، بيقول: ربطت الحمله الفرنسيه تاريخ مصر القديم بالحديث عن طريق، والله ما انت مكمل يا عم، عن طريق الاكتشافات الاثريه. ايه الاكتشافات الاثريه؟ اللي هي حجر راشد اللي علمنا ازاي نقرا اللغه الفرعونيه. وبكده يا بطل يبقى احنا خلصنا مع بعض كتاب المصدر وكتاب الامتحان. وما انا عارف الدنيا ممله شويه ووقت الفيديو طويل، بس انا وعدتك لو انت مركز معايا وحليت كل الاسئله دي، والسؤال اللي ما تعرفوش اكتب لي في الكومنتات وانا جاوبك بكل نفس رحبه. وباذن الله باذن الله تستطيع انك من خلال المراجعه دي لمده شهر هينزل لك كل يوم ويوم فيديو تسمعه، انك تلم ماده التاريخ ديت من عصير الكتب. وفي انتظار المراجعه النهائيه اللي انا وعدتك بيها، اللي هتكون اقوى مراجعه نهائيه على الاطلاق، وباذن الله يجي منها الامتحان. مش تنساني بدعوه حلوه وبلايكك الجميل. انت شايف قد ايه احنا بنتعب. خليك فاكر انك مع القيصر باذن الله باذن الله تسيطر على ماده التاريخ. دمتم في امان الله، وفي انتظار فيديو الفصل الثاني باذن الله.